من ورا حلو لو النبي جوزي يا عشين خاطري بلاش من ورا صعب قوي خلاص بقي يا جوزي يا حبيبي بلاش من ورا بقي قال لي أنا بعشق قوي من ورا قلت له لا طبعا أنا مش عايزه من ورا جربي بس مش هتندمي قال ليه طيب قلت له وعلى فكره بيقولون أنها صعبه قوي قال لي ولا صعبه ولا أي حاجه أنت بس جربي وصدقيني مش هتندمي وإحساسها جميل قوي يا حبيبتي قلت له لا أنا مش عائزها كده وما بحبش كده ومش عائزه أجرب المفتري القاسي عائزه يعمل معاي حاجة أنا ما عملهاش قبل كده فبيقول لي أنها حلوه وجميله وإحساسها جميل أن تجربيها ومش هتندمي بصراحة يعني شوقني أن أنا أجرب الحاجة دي بعد كده بقي يا حبيبي قلت له أنت شايف كده يعني سهله مش صعبه قال لي صدقيني يا حبيبه قلبي يا مراتي يا روحي ولا صعبه ولا أي حاجة بالع العكس دي ممتعه جدا ولذيذه جدا قوي يا حبيبتي أن تجربي وصدقيني مش هتندمي وهتشكريني على الإحساس ده طيب يلا وبصرحه لما موسيقى العمود حسيته بصراحة كان كبير قوي وأول ما بدأ يتعمل بصراحة يا جماعه بدأت اطلع أصوات عليه قوية موسيقى قوي كان صعب قوي بس بصراحة علشان أكون صريحة معاكم في نفس الوقت كان ممتع قوي لو عزيزين تعرفوا تفاصيل الحكاية والقصه بتاعه إنها أدهم وأيه اللي حصل معاي ومع جوزي فلازم تكمل القصة للنهاية جوزي يشق شويه بس أنا بعشقه وبصريحه هو بيحب البطيخ الكبيرة حبايب قلبي طبعا البطيخة بتاعتي كبيره وعريضة شويه من ورا قوي عشين كده جوزي بيقول أنا بحب البطيخة الكبيرة أنا بعشق البطيخ وبصرحه يعني عايزه أجربها دي كبيره وفضل يقول لي كلام جميل بالشكل ده دي عريضة قوي وكبيره قوي وبتتهز لوحدها كده بصراحة أنا نفسي أجربها تجرب إيه يا ابني يا حبيبي يا روحي قلت له يا حبيبي طيب أجرب مش مشكله بس لو لقيتها صعبه سامحني مش هقدر أكمل في كده تمام يا روحي وهنرجع من تاني لقدام بعدين قال لي لا جربي وأنا واثق أنها هتعجبك بعدما تجربها تحبي الموضوع دوت قوي قلت له ماشي مش هخسر أي حاجة لما أجربه فعلا ارضي جوزي كانت عائزه أرضيه بأي طريقه قلت رب مش مشكله بس مش عائزه زعله قلت اعمل اللي هو عائزه وفعلا كان يوم خميس طبعا أنتم عارفين اليوم ده بيبقى جميل جدا جهزت نفسي وروقته نفسي قوي يا حبيبي لبست لبس جميل شط برفان وفعلا اليوم دوت لبست قميصة وبعد ما لبسته يا حبايب قلبي كان لونه احمر في منتهى الشياك أو الأناق كان على سنج 10 طبعا حطيت البرفان بتاعي كانت مستعدة وقتها للعلاقة أنا بحب العلاقة قوي يا حبيبي وزني 70 كيلو جسمي متقسم تقسيمه بجد حلوه قوي يعني بصراحة إيه جسم الكيرفي ما تسعوش بقي اليوم ده حصل لي إيه وأهيه اللي حصل لي بجد حاجات كتير قوي لو ما سمعتش القصة صدقني هيفوتك كتير اسمع القصة للنهاية وكملها الآخر عشين تستفيد من القصة لأنها فعلا من أجمل وأحلى القصص اللي هتسمعها قصصنا تنزل للعببره والتعلم يلا بينا يا حبايب قلبي نبدأ مع بعض قصه النهاء أدهم والقصه اللي فعله تعجبكم قوي بعدما دخلنا قال لي إيه الجمال والحلاوة والأنوثه والرقه اللي أنا شايفهم دول يعني فض يقول لي كلام جميل قوي يا حبيبي موسيقى قلت له ميرسي قوي يا جوزي يا حبيبي يا روحي كل دهل وقال لي أكت من كده ده كمان قليل علي أنت أجمل زوجه في الدنيا كلها وفضلي يلطب فيا قلت له ربنا يخليك لو يا روحي ما يحرمنيش منك أبدا قال لي بصي بقي قلبي قبل ما نعمل أي حاجة يعني عايز أقول لك كلمتين تخليهم حلقه في ودانك موسيقى دايما تتعاملي بيهم رحت قلت له قول لي يا جوزي يا حبيبي يا روحي قال لي بصي يا قلبي أي حاجة في الدنيا كلها في الأول ممكن تبقى صعبه بالنسبة لك ألف ممكن تبقى مش مفهومه يعني بيكون فيها شوية غموض بس لما تتعودي عليها وتعرفيها أو تقربيلها أو تفهميها أكتر ممكن تحبيها بتقول تقصد إيه يعني أنا مش فاهمه موسيقى
عايزيك توضح قالي بلاش تتسرعي مش مجرد الموضوع ده في الأول ممكن تلاقيه صعب بعد كده تكرهيه تقولي لي خلاص إحنا مش هنعله مرة ثانيه لا معلش يا حبيبتي حاولي تجربيه مرة واثنين اثنين وثلاثة وبعدها ابحكمي لو لقيتيه كويس وحلو وعجبك ولقيتي نفسك سعيدة ومبسوطة كملي فيه لو ما لقيتهوش خلاص فكرت منه صدقيني مش هزعل منك خالص يا روحي مش هعمل يعني معاك الموضوع مرة ثانية قلت له خلاص تمام ماشي يا حبيبي اتفقنا قال لي على فكره وفقنا الموضوع ده عملتيه معلي وعجبك أحبك قوي لأن أنا بعشقه وهعمل لك كل اللي أنت عايزاه يا مراتي حبيبتي يا روح قلبي يا حياتي يا دنيتي يا كل حاجة بالنسبة لي مش هاحرك أي حاجة بسكي فيها قلت له خلاص يا حبيبي أنا هجرب معاكك الإحساس ده بس بالراحة عليا اعملني بكل حناه وطبطبه ورومانسيه وشويه دفا كده أهم حاجة اللي ركزت فيه هو فعلا الحنيه والرومانسية لا أنا بعشق الرومانسية والحنيه لو أنت فعلا بتحب بمراتك وحنين معاها وعاطفي في حاجة ممكن تسمع كلامك هتحاول ديك كل حاجة أن تعيزها كل الطرق الممكنة تحاول تساعدك وتحتويك وتخليك أسرع راجل في الدنيا كل أي حد فيكم متجوز ديما يتعامل مع مراته بالحنيه برومانسيه بالطبطبة بالتفاهم بالكلمه الحلوة الموضوعي وما فيه أن الست بتاعتك محتاجة منك شويه اهتمام تقدير وشويه حني رومانسية حنان دلع خروجه بره البيت مثلا دايما ما ينفعش تفضلوا في البيت غيروا الجو يعني بدل الروتين اللي في حياتكم غيروه ما فيهاش أي مشكله لما تأخذ مراتك مثلا لو عندك فيه الأسبوع يوم أجازه خصصه يا سيدي لمركفوسها حلوه كده وفي الساحة غيره جو وروح مطعم الموضوع ده بيفرق قوي في نفسيه مراتك وحتى نفستك أن تشربوا حاجة جديدة تروقوا على نفسكم تتمشوا تعملوا أي حاجة نفسكم فيها ما فيهاش أي مشكله طبعا في كده لازم تحب مراتك لازم تبقى حنين عليها لازم يبقى في تفاهم ما بينكم تمام بعدما اتفقت معاده قلت له طبعا خليك حنين ورومانسي وعاطفي معاي لأن الموضوع ده بيفرق معاي قوي أنا مستهد من معائك الموضوع ده كامل قال لي رائديه عنه قلت له راضيه عنه يا حبيبي المهم فعلا بدأ بيتعامل معي في الموضوع دوت وكان حنين رومانسي وعاطفي والموضوع كان صعب قوي خصوصا في الأول يا حبايب قلبي بس طبعا بعد كده اتقبلته يعني بصراحة كان صعب بس كان كويس وحلو وإحساسه حلو عارفين يا جماعه على قد صعوبته وعلى قد جماله حلاوته بصراحة بعدها